السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، وحلقة جديدة من مسابقة مصر وتاريخها في كأس الأمم الأفريقية. المسابقة شدت والناس ابتدت تتفاعل، وأنا بشكركم على حسن المتابعة، ويا رب تتفاعلوا معنا أكتر. اشتركوا في القناة، كانت قناتنا متجددة فيها حاجات لذيذة ولطيفة كتير، وعندنا مسابقة جميلة ممكن تكسبوا ريسيفر من 30 ريسيفر اللي بنقدمهم في المسابقة دي. مسابقة النهاردة والحلقة رقم 12، وسؤال الحلقة: مين اللي سجل آخر ضربة جزاء لمصر في سنة 86، في نهائي 86 اللي قدام الكاميرون؟ كان في لعيب صغير سدد آخر ضربة جزاء لمصر في نهائي 86 اللي كان قدام الكاميرون، وكانت في ضربات جزاء، والنهائي كان بيتلعب في في استاد القاهرة، وثابت البطل اللي كان واقف، وكان ماتش دراما في دراما، ويعني الواحد أعصابه يعني ما كانتش مستحملة ساعتها. مين اللي سدد ضربة الجزاء الأخيرة لمصر في نهائي 86؟ 3 اختيارات: مصطفى عبده، ولا محمود الخطيب، ولا أشرف قاسم؟ مصطفى عبده ولا محمود الخطيب ولا أشرف قاسم؟ جاوبوا على السؤال، يا رب تجاوبوا صح، واشتركوا في القناة عشان تكسبوا معانا ريسيفر فول اتش دي. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا.